تعمل ايه علشان تتأكد قبل ما تحول جدية حجز لأي شاليه؟ في 5 حاجات مهمة جدا، وبالمناسبة ده الفيديو رقم 11 من سلسلة أهم 100 سؤال عن المصيف في راس سدر، فما تنساش تعمل لايك ومتابعة. رقم 1، راجع صفحة الفيسبوك، شوف عمر الصفحة هل هي قديمة ولا جديدة. النصاب بيعمل صفحة جديدة كل أسبوعين تقريبا، وراجع نشاطها، التعليقات والتقييمات، وهل عليها أي آراء سلبية أو أغضبني. رقم 2، راجع باقي المنصات لو موجودة، تيك توك، انستجرام، يوتيوب، وشوف هل في محتوى حقيقي ولا مجرد صور وخلاص، وشوف تعليقات الناس على المحتوى. رقم 3، اطلب منه انك تقابله في محل سكنه، لو مش تمام بيرفض ده تماما وبيتحججوا بحجج كتير. رقم 4، بلاش تحول مبلغ كبير او الايجار كامل، جدية الحجز ضمان ليه انك جاي، فمش لازم تحول الايجار كله، والافضل تطلب منه حساب بنكي، اسم صاحب الحساب ورقم الحساب والفرع، حتى لو هتحول انستا او محفظة. رقم 5، ما تعتمدش على صور بطاقة او كارنيه واتساب، لان الصور ممكن تتاخد من أي مكان، المستندات تتراجع في معاينة حقيقية فقط. وهدية مني، ابحث عن رقم التواصل ورقم التحويل على ترو كولر وجيت كونتاكت، وشوف الناس مسجلينه بإيه. ولو مريت بتجربة نصب قبل كده في المصيف، اكتبها في التعليقات علشان الكل يستفيد.